بالرغم من ان عملتي كل ده واجتهدتي وقومتي وغيرتي محتواكي وبتاع، لما بتلاقي كومنتس تدخل تقول كده، تقول ده هي دي اللي كانت بتشتم باباها، دي اللي كانت بتعمل محتوى مش عارف ايه، دي كانت وكأن ما ينفعش ان احنا نحيي حد اتغير، او ما ينفعش ان احنا نقول لحد برافو انت بقيت كويس بعد ما كنت بتعمل حاجة غلط، خصوصا ان برضو هي طفلة، يعني لما عملت الغلط ده كانت طفلة. ليه الناس مش ليه الناس بتمسك في الغلط؟ عشان الناس ما بتبصش على النجاح، دايما بتبص على الماضي. انا ما يعني دي حاجه اصلا من سنتين، وانا ما انكرش ان انا غلطت، بس كان رد فعل اللي هو انت فاهمه يعني انا لا ومحتواكي برضو كان في شتيمة ساعات، لا مش شتيمة مش يعني كان في ردي ما كانش بيبقى الطف حاجه يعني. ممكن اطلع يعني انا شايفه نفسي حلوه، واحده تيجي تقول لي ده انت فيكي كذا، في كومنت انت فيكي كذا، انا بكون فاتحه لايف فبروح رد على الكومنت اللي هو بيتكتب لي. بطلتي تعملي كده؟ ما بطلت احط كومنتات في دماغي او الكلام ده. اصلا اغلبيه الرد بتاعي كانت الناس بتطلعه ترند، انا ولا مثلا عملت لايف. ازاي اتغيرتي كده؟ انا عايزه اكسب ناس كويسه في حياتي، فاللي انا بعمله ما كانش مناسب مع الناس اللي في حياتي، فاهماني؟ انا مش بغير من نفسي عشان الناس اللي في حياتي، بغير عشاني انا. الناس اللي في الفئه اللي يعني في حياتي انت ادركتي ان انا مش المفروض ارد على كومنتس، انا المفروض ان انا لقيت ناس كتير يعني اطفال وناس بتتابعني واطفال كتير واطفال ولاد ناس قوي. لو انتوا ذنبكم ايه تسمعوني بقول شتيمه فانتوا تتعلموها؟ انتوا ذنبكم ايه؟ انا على قد ما اقدر بمسك لساني، وفي الاول وفي الاخر كان ردي وشتمتي في اللايف ساعه والدي ده اصلا ما كانش ترند، ده هو اللايف جه كده، انا كنت فاتحه لايف اتشاكلنا مش عارفه ايه، انا كده انا غلطت ومعترفه بده، بس كان رد فعل اللي هو انا اعين مبلغ كبير والدي ياخده، وانا بفكر في حاجه ممكن يكون والدي اصلا مش حاططها في دماغه خالص. انا بفكر ان انا احوش كذا عشان انا اخلي ليا شقه تمليك باسمي بعد الشر، ما فيش تيك توك ما فيش ميديا، انا ضامنه ان انا عامله مستقبل ليا، عامله مستقبل لاخواتي، عاينه حاجه ليا بعدين الكلام ده. فوالدي الموضوع كله جه ان هو خايف على فلوسي، فقال لي اصل انا عينهم في الحته كذا وخايف لا اصرف على ناس صحابي، عشان انا من النوع اللي انا بحب حد، طب انا بقى هجيب لك كذا، طب انا هعمل كذا، لو حد قال لي سلفيني اعمل. معطاءة قوي بتبزري، فهو خاف على فهو فلوسك خاف فشالها، فجابها لي بطريقه تانية، بس بعد كده الموضوع أيوة ده كله يعني دلته من دماغي. انت اللي عملتي كده يعني. انا اللي غيرت من نفسي، ما حدش غيرني. غيرك، محدش غيرني. في فئه انا بقيت وسطهم دلوقتي، بقيت مضطره ان انا اتغير عشان هم بجد ناس نضيفه، فاهماني؟ بقيت بتعامل مع ناس يعني نضيفه، انت بتعامل حاولتي نفسك بناس كويسه برضه؟ الحمد لله. اخر فتره انضميت للفئه دي خلاص، انا عايزه ابقى وسطكم، اللي عايز يتغير كده بيتغير، فاهماني؟ فانا خلاص انا عايزه ابقى وسطكم. انا بتتاثري لما بتلاقي ناس تقعد تمسك لك على غلطه عملتيها زمان؟ لا ما بتاثرش لان انا غيرت من نفسي، ما بتتاثريش؟ ما تاثرش. بتحسي عشان ان هو كل الحكايه ان هم كارهين نجاحك؟ هو ده اكيد ان هم كارهين اللي انا فيه، مش بيفكروا مثلا سوزي دي بتتعب ازاي، بتنزل تصور ازاي، هي بتعاني من ايه ورا الكاميرا، لا كل اللي في دماغهم اصل دي بنت شتمت باباها. طيب انت ما مش شايفه التغيير والتطور اللي انا وصلت له؟ طب انت مش شايفه ده؟ لا انت شايفه نقطه انت عايزه تشوفيها. وحتى علاقتك بباباكي ومامتك انا حاسه انها بقت احسن. علاقتي بكله اتحسنت، في حاجات كتير في حياتي كانت مش احسن حاجه. انا بحس كده، يعني بحس ان من ساعه لما رحتي الامارات ورجعتي وقابلتيهم في المطار وقلتي انا اول مره احس ان هم وحشيني كده وعيله، حاسه ان حصل بينكم ترابط اكتر. ما كناش قريبين من بعض في الاول، كان في بينا دايما مشاكل، ما كانوش هم متفاهمين معايا، ما كانوش فاهمين اللي انا عايزه اعمله ان ده انا شايفه ان دي مصلحتي، وهم عشان مش وسط الميديا وطبعا فرق جيل والكلام ده، فهم مش فاهمين اللي انا بعمله ممكن يبقى صح بعدين. فقعدنا واتكلمنا، وفي ناس طبعا كبيره قعدت معانا هي بتعمل كذا عشان توصل لكذا، هي بتنجح. هم بصراحه مديني حريتي بس ما غلطش، فاهماني؟ يعني مامتي مدياني ان انا ممكن اروح اقعد مع صاحبتي، اروح ابات مع صاحبتي، اروح اعمل، اروح اجيب، اشتغل، اسهر في الشغل اللي انا فيه، ممكن اطبق باليومين بس ما غلطش. يعني هي مدياني الحريه بصراحه هي وبابا، بس ما غلطش. يعني كنت لسه هقول لك جايبين منين بقى الثقه دي؟ عشان انا عمري ما خيبت ظنهم ابدا ابدا في اي حاجه. يعني مثلا بنبقى قاعدين في فئه مثلا كنت قاعده معاهم ممكن يكونوا بيدخنوا، هم كده، يعني انا اكيد مش هقول لحد ما تدخنش، دي حريه شخصيه، انا ماليش دعوه بالحاجات دي خالص، عمري ما عيني ولا عمري تفكيري يجيبني ليها، فاهماني؟
مثلا الناس بتسهر فانت صحابي مقدره الثقه اللي اهلك مدينها لك. الحمد لله. ولو بفكر اعمل حاجه او مثلا نفسي راحت لحاجه ممكن اقول لهم، رجعت لهم لا خلاص هي لا، فاهماني؟ يعني انا بجد يعني دايما بتستأذنيهم فعلا؟ ايوه بستاذنهم. يعني مثلا اي حفله تامر عاشور الكلام ده، كان في حفله من قريب قلت لهم، قالوا لي لا خلاص لا. ليه بقى قالوا لك لا؟ عشان انا بشبط والحاجه لا اللي تامر عاشور فيها ايه حفله ما اعرفش هم بقى، يعني مامتي مفكره ان بيبقى في ناس بترقص والكلام ده مم. والكلام، فهي لا هي لا.